هداف كوبا امريكا 2015 مع جيريرو. وادي كرة انخيل دي ماريا الهدف الاول، ولكن تضيع الكرة. تحركات المنتخب بقيادة طبعا ماسكرانو، تدخل وركلة الجزاء، وركلة الجزاء. حكم اللقاء يدي ركلة جزاء وفونزا ليدا انذار. ادي البرازيلي ريتشي يدي ركلة جزاء لانخيل دي ماريا مع جوارديولا. ادي امامنا هنا الكرة الثابتة وركلة الجزاء. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ميسي يسجل الهدف الاول. اللي بيضع المنتخب الارجنتيني في المقدمة، والبحث عن الثاني، البحث عن الثاني، ولكن ضاعت الكرة الى خارج الملعب. كرة على طول العالية، ادي الرأسية المتابعة، هدف تاني. هدف ضائع هنا في اللقطة. اوتاماندي، شوف الكرة الثابتة، وكان اوتاماندي كان ممكن يسجل هدف تاني وهدف الاطمئنان. وسط الملعب بيشكل من فرانشيسكو سيلفا وارانجيز، وايضا من بابلو هيرنانديز. ادي انطلاقه، محاوله من روخو، عاملها حلوه لميسي. يا ولد يا ولد يا ولد، حلوه الهجمه. كرة الثابته في منتهى الخطوره، اليكسيس سانشيز، ولكن كرة ترتد من العارضه. اليكسيس سانشيز كرة التعادل في العارضه، كرة خطرة جدا، الكرة الثابتة وسجور. ادي كاستيو روميرو في دقيقة واحدة كان ممكن يجي هدف التعادل. والكرة الخطيرة هنا، وامامنا كرة جت في العارضة، وادي المرة دي الحائط البشري ينقذها. ادي امامنا اليكسيس سانشيز، وزجور امامنا اللي بيلعب في الجنب امامنا، خطيره، ولكن ضيعها كاستيو. اللاعب اللي بيحاول امامنا ارانجيز، هجمه خطيره، وادي انطلاقه، وادي فارجاس، عرضيه خطره، لكن يطلع باقتدار اوتاماندي. باوسا فوز الثالث في 7 لقاءات، تعادل في لقاءين وهزم في لقاءين، والارجنتين تحقق الاهم وتفوز بهذه المباراه الصعبه بركله جزاء سجلها ميسي في الدقيقه 16. الارجنتين تصبح في المركز الثالث ب 22 نقطه، دخل تشيلي برصيد 20 نقطه في المركز الخامس. هنا الفرحه والسعاده من جماهير الارجنتين.